السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال يا رب. مرحبا بكم وألف ألف مرحبا في قناتي وقناتكم قناة شهوة الدار مع أم جنات. كنقول لكم مرحبا ومرحبا بالناس القدام والناس الجداد، مرحبا بكم جميعا. اليوم إن شاء الله فيديو جديد واقتراح جديد. كنقترح عليكم مسمنة بحجم عائلي اللي كتوجد في واحد الوقت اللي هو قصير بزاف، دغيا كتوجد والنتيجة رائعة كما شفتوا معايا في أول لا فيديو. تابعوا معايا إن شاء الله المراحل والطريقة والمقادير في نفس الوقت. صافي هنايا غادي ندوزو باش نبداو ان شاء الله على بركة الله. خديت واحد زلافة ونص ديال الدقيق الفورس الخاص بالحلويات، وعندنا نص زلافة ديال الفينو. دائما الفورس يكون غالب على الفينو. عندي واحد الشاصية ديال الخميرة ديال الحلويات من فئة 8 غرام، وعندي واحد شوية ديال الملحة بطبيعة الحال كتبقى على حسب الذوق، وعندي واحد 2 معالق صغار ديال سنيدة اولا العسل اللي كان متواجد عندكم، وعندي واحد شويه ديال الخميره حبيبات الخاصه بالخبز. هنا الا كان الجو عندكم سخون ما تكثروش الخميره باش هكا ما تفاعلكمش في العجينه وما تنجحش معاكم هاد المسمنه. نديرو غير واحد شويه وصافي، مع غادي طيب في الفران باش ما تجيناش يابسه بزاف اولا مقرمشه بلا قياس، تجي هي هذيك. صافي غادي ندوزو غادي نعجنوها بالماء اللي هو بارد عادي جدا، ما ندفيوه ما حتى شي حاجه، بالماء بارد. صافي انا درتها في العجانه، ممكن تعجنوها غير بيديكم، غير عطوها شويه ديال الخدمه باش هكا تساعدكم في الطليق وتجيكم النتيجه اللي هي زوينه بزاف. صافي بالنسبه للعجين ديال الفينو اللي كيكون فيه الفينو، العجينه ما تكونش قاصحه، تكون شي شويه خفيفه ماشي بزاف كاع، تكون شويه خفيفه. المهم كما عارفين الفينو كيشرب هو الماء، داكشي الا درناها قاصحه وخليناها ترتاح غادي تولي قاصحه اكثر من القياس، لهذا نخفوها واحد شويه من الاول ونخليوها ترتاح. صافي كتجي هي هذيك. صافي هنا بعد ما تعجنات لي مزيان غادي ندوز باش نشكلها الكويرات. بالنسبه للكويرات انا غادي نقطع 12 الكره صغيره ووحده كبيره اللي هي 13 الكره، يعني 12 صغار وحده كبيره. هنايا بالنسبه للعدد ديال الكرات كيبقى على حسب الحجم ديال الطاوه اولا الصينيه اللي غادي تخدموا فيها نتوما. كانت عندكم بحال هذه قد هذه ديالي غادي ديروا 12 الكره، كانت عندكم صغيره تقدروا ديروا غير 8 ديال الكرات. المهم نتوما غادي تحكموا في الكرات على حساب الصينيه اللي عندكم. هاد العجينه هاد المسمنه هذه ما كتجيش رقيقه بلا قياس وما كتجيش غليظه، كتجي موين في الحجم ديالها. صافي هنا بعد ما شكلت الكرات ديالي ضروري ما غادي نخليهم يرتاحوا واحد شويه، واحد تقريبا اقل من 10 دقائق، غير يرتاحوا واحد شويه وباش هكا يساعدونا اننا نطلقوهم واخا ساهلين في التطليق. صافي هنا غادي ندوز ندهن الصفيحه ديالي اللي غادي ندير فيها هاد المسمنه بالزبده مزيان، باش هكا ما تلصقليش ديك المسمنه منين نجي نبغي نقطعها. ضروري ندهنوها مزيان مزيان. وهذا مكان وكنقول لكم شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم المتواصل. شكرا لكم بزاف 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 وعلى لي كومونتير رائعه اللي كتخليو لي، الله يجازيكم بالخير. صافي هنايا مسحت سطح العمل مزيان بشويه ديال الخل، وغادي ندوزو باش نطلقوا المسمن ديالنا. هنا في هاد الجبانيه البنات كما شفتوا درت شويه ديال الفينو، ودرت تقريبا واحد 2 معالق ديال سنيده الفينو سنيده ونص شاصيه، تقريبا واحد راس معلقه صغير ديال الخميره كيماويه، الخميره د الحلويات. صافي خلطتهم في هذيك الجبانيه، يعني قلت لكم فيها الفينو 2 معالق ديال السكر سنيده وشويه ديال الخميره الكيماويه، نخلطهم بها باش غادي نورقوا هاد المسمنه. غادي ندوزو هنايا الطريقه واضحه. كنطلقوا دوك الكويرات ديالنا ماشي بزاف كاع حتى يبان لنا سطح العمل، وانما غير شويه كما شفتوا. من بعد غادي تطلق في الصينيه غادي تجي مورقه هي هذيك. صافي هنايا كنبقى ندير الكره اللي طلقتها كنبقى نديرها فوق وحده فوق وحده، وكنبقى نرش بيناتهم بداك الفينو اللي مخلط مع السنيده والزبده المذابه. الزبده هنايا كنخلوها تغلي حتى كاين تنشف من داك الماء باش كتعطينا واحد المذاق اللي هو زوين، يعني بحال كتولي لنا نوازيط، يعني نخلوها تغلي مزيان مزيان حتى كينشف من هذاك الماء، كتعطي مذاق زوين وكتعطي حتى التوراق زوين. صافي هنايا غادي نبقى ندوز يعني نطلق الكويرات، تنسالي دوك الكويرات اللي عندنا 12 الكره صغيره كاملين غادي نديرهم وحده فوق وحده، 12 الكره كاملين و13. من بعد غادي تشوفوا كيفاش غادي نديروا لها. نتمنى ان شاء الله الفكره تكون واضحه،
وتجربوها ما تعكزوش عليها. بالنسبة لهاد المسمنة توجد يعني في دغيا دغيا إلا كنتو هكا مزروبين أولا كانوا عندكم باغيين يجيو عندكم شي ضياف ولا شي حاجة، دغيا كتوجد يعني ما كتاخدش الوقت بزاف. وهذا الشيء اللي كاين. بالنسبة للكرة ديال الكرة الأخيرة اللي هي كبيرة، كنطلقها كنخلي لها الوسط شوية غليظ والجناب كنرققهم. المهم الوسط خلوه شوية غليظ والجنيبات طلقوهم مزيان صافي، وغادي نبقى نلمط فيها المسمنات ديالنا كما شفتوا، بحال كنمونطي شي بسطيله تماما. بحال داك الشكل، يعني نبقى نطلع دوك الجنيبات كنبقى نجبدهم هكا واحد شويه ونطويهم على دوك الكرات اللي مطلوقين. المهم نتمنى ان شاء الله الفكره تكون واضحه كما شفتوا صافي. وغادي نرش بواحد شويه ديال الزبده وغادي نديرها في الصفيحه ديالنا اللي راها مدهونه بالزبده من قبل. وضروري البنات هنا في هذه المرحله هذه ضروري تغطيوها وتخلوها ترتاح مزيان، ضروري ترتاح باش هكا منين نجيو تطلقوها تطلق معكم بسهوله وما تعذبكمش. ضروري البنات تخلوها ترتاح. هانتوما انا خليتها ارتاحت يعني كتطلق بواحد السهوله ما كتعذب ما والو. وضروري نبقى ندهن هكا واحد الدهنه خفيفه بالزبده ونطلق كما شفتوا. يعني اسهل منها ما كاينش، يعني دغيا توجدوها فرمش تاعين كتوجد. ونتمنى ان شاء الله تعجبكم الفكره ديال هذا النهار. صافي هنايا بعد ما طلقتها غادي ندوز نعلم نقطعها، لحقاش هنا ملي كنطيب كتجي مقرمشه بزاف بزاف. الا ما درناش هاد الخطوه هادي غادي يصعب علينا اننا نقطعوها من بعد. لهذا كندوزو هنايا كنعلموا المرصويات، يعني ما كنقطعوش حتى الاخر وانما غير كنعلموهم، نعلموا البلايص ديال المرصويات اللي غادي نقطعو من بعد وصافي، باش هكا يسهل علينا حتى التزيين فاش نبغوا نزينوها تجي عاطيه واحد الشكل اللي هو زوين. وفي نفس الوقت فاش طيب تجينا ساهله اننا نقطعوها بسهوله بلا ما تفرتت، حيت كتجي تبارك الله مقرمشه ورائعه بزاف بزاف. صافي كما شفتوا هنايا غادي ندهنها بواحد الصفار ديال البيض اللي فيه غادي نزيد عليه قطرات من الخل وغير الصفار بوحدو ما نستعملوش البياض. وغادي ندهن المسمنه ديالي كما شفتوا طريقه سهله. صافي هنايا بعد ما سالت لها الدهن كامله غادي ندوز ناخذ شويه ديال الجنجلان اللي منقي ومحمر من قبل. ضروري نحمرو باش يعطينا واحد المذاق اللي هو زوين. صافي وكناخذ كندير 4 ديال المثلثات ولا 4 ديال الطروفه نرشهم بالجنجلان. والربعه الاخرين غادي نديرهم بالكاوكاو اللي عندي مهرمش محمر ومهرمش. هنا ممكن الا بغيتو ديروها يعني كامله ترشوها بالجنجلان اولا ترشوها كامله بالكاوكاو، ليكم الاختيار. هنا في التزيين ممكن تزينوا بداك الشيء اللي بغيتو ولا متوفر عندكم. تفننوا نتوما كيف ما بغيتو. وهذا ما كان بالنسبه لهنايا في هذه المرحله هذا انا دايره الفران يسخن من قبل. الفران ديال الغاز كنديرو يسخن على ما قديت لها التزيين ديالها. وغادي ندفع اللاطه ديالي. اهم خطوه في هذه المسمنه هذه هو الطياب. الا ما صرعتوا لهاش الطياب راه ما تجيكمش زوينه. ضروري الفران يسخن مزيان فاش تدفعوا اللاطه ديالكم، نقصوا لها العافيه بحال كطيبوا شي كيكه وخلوها طيب مزيان حتى تطلع لها الحموريه في الجناب. عاد هبطوها لتحت تحمر. ضروري خصها تجينا محمره من التحت ومن الفوق باش هكا تجيكم مقرمشه وطايبه من الداخل. دوك الطبقات اللي درنا يجوا طايبين. وهانتوما كما شفتوا تبارك الله كتجي محمره رائعه بزاف بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوها، واللي جرباتها ما تنساش تقولها لي في لي كومونتير كيفاش جاتها. انا متاكده غادي تعجبكم. وهذا ما كان.
ها نتوما البنات كيفاش كتجي غزاله بزاف بزاف. هنا راه باقيه، يلا جبتها من الفران. ها نتوما البنات كيفاش كتجي مقرمشه. هنا راني حيدت الصوت اما تسمعوا القرمشه ديالها. هنايا كندهنوها بشويه ديال العسل من الفوق صافي. يعني راه تبارك الله راه ما خاصنا نزيدو لها حتى شي حاجه، غير شويه ديال العسل وها هي واجده وتبارك الله عليكم. وشكرا لكم بزاف على المشاهده. لهلا يخطيكم ودمتم في رعايه الله حتى الفيديو مقبل ان شاء الله. وما تنساونيش بالبصمات، واللي مازال ما اشترك يشترك في القناه باش يوصلوا كل جديد. وبسلامه عليكم، الى اللقاء. شكرا لكم بزاف بزاف على الدعم المتواصل. الى اللقاء.